ان جيتوا للحق ده الصح من اول يوم. وانا بقول ان البطوله الافريقيه الكونفدراليه الكوكبيه واللولبيه بالنسبه للزمالك اول حاجه مهمه هي النفسيه. كل ما تحصل كسره، كل ما تحصل حسره، كل ما تحصل تنقيط بزياده في البطوله المحليه اللي هو الدوري، وعشان قدام بيراميدز والاهلي زي ما انتم فاهمين، دي تيجي تنقذهم ترجعهم على التراك. اللعيبه بتستعيد النفسيه كده وتروق، وزي ما انتم شايفين كم الغيابات ده فعلا. لا بصراحه شابوه، شطار ان انتوا عرفتوا تجيبوا سداسيه وتصحصحوا بقى اللعيبه اللي غايبين، تقولوا احنا من غيركم احنا بنكسب عادي زي الفل، وتقولوا للعيبه اللي موجودين في الملعب لا انتوا لعيبه، انتوا امكانياتكم 10 على 10، ثقوا في نفسكم. المهم بقى هنزودها نفخ بلالين، ولا اللعيبه دي فعلا هتثق على تثق في نفسها وتقف على رجل قدام البنك الاهلي في الدوري المصري؟ اصيبك من انك هتكسب دي قطاها رايح جاي، يعني ده حتى يا اخي عشان انتوا دافعين لهم، عشان انتوا مستضيفينهم، عشان فلوس التذاكر اللي يمكن كانوا يلموها، كميه دخل بصراحه، هم فرحانين هم مبسوطين. فالمهم هتقضوها نفخ بلالين ولا النفسيه هتظهر قدام البنك الاهلي؟ مركز معايا، الاهلي. هنشوف. خلص الكلام، سلام.